أول حاجة خوتي، مبروك عليكم رمضان، أهله الله علينا وعليكم بالتقوى والإيمان والعمل الصالح والعافية والغنى عن الناس، وكل عام وأنتم بخير. بداو في القصة ديالنا. كيفاش ممكن تحول كلية الطب إلى مجزرة بشرية؟ هادشي اللي غادي نشوفو في القصة ديال اليوم مع بطل كلية الطب، أو من الأفضل نقولوا عليه سفاح كلية الطب، أو سفاح الطالبات كما أطلق عليه. فإذا كنت من عشاق القصص باللهجة المغربية فراك في المكان المناسب، فقط دير الكيت واستمتع. القصة غادي تبدا في السودان مع محمد آدم عمر إسحاق. عارف أن سميتو فيها كيلومتر، ولكن ما عندك ما دير. محمد آدم كان في عمره 52 سنة في اللحظة اللي كنعاودو فيها هاد القصة، ولكن واخا كبير في السن إلا أنه كان شخص رياضي وكان كيلعب رياضة الملاكمة. محمد آدم كان خدام في جامعة درمان اللي كاينة في العاصمة السودانية الخرطوم. الخدمة ديالو كانت في مشرحة الجامعة وكان كيغسل الموتى، ولكن من بعد ما غاديش يبقى في السودان وغادي ينتقل لبلد آخر هو اللي داير عليه القصة ديالنا. اجيو دابا نتعرفوا شويه على الطفوله ديال محمد ادم. حاجه طبيعيه، ما غاديش تكون شي طفوله اللي زينه. امر بديهي ان اي مجرم او اي سفاح تيكون مدوز طفوله خايبه وما فيها ما يعجب. محمد ادم فاش كان في عمره 7 سنين اغتصبوا ليه الام ديالو قدام عينيه هو كيشوف. الاب ديال محمد ادم فاش عرف شكون اللي تعدى عليه على مراته ما رحموش، ما يمكنش ليه يسمح في الشرف ديال الزوجه ديالو. فاش عرف مول الفعله مشى عنده وذبحو وقطعو طراف وموراه دفنو في الزريبه ديالهم. هاد الاحداث كلها اللي وقعت كانت قدام عينين محمد ادم. حاجة باينة، طفل صغير في عمره 7 سنين غادي يتأثر بهاد المسائل. مشات ايام وجات ايام، محمد كبر وتزوج. مراته كانت كتقول عليه انه افضل انسان وعمره اداها بشي حاجة ولا خسر ليها خاطرها. وبقات الامور غادا مزيان حتى سنة 1995. داك العام هو اللي انتقل فيه ادم من السودان الى اليمن. اول حاجة دارها هي مشى كيقلب على وظيفة، وفعلا لقى خدمة في المشرحة تاع كلية الطب اللي كاينة في جامعة صنعاء. بحكم ان محمد عنده خبره وفايت ليه خدم في المشرحه ديال السودان، ما رفضوش ليه الطلب ديالو في اليمن. السي ادم كان معروف بين الطلبه ديال الكليه، ولكن ماشي حيت ظريف ولا شي حاجه، كان معروف غير حيت كياخذ الرشوه من عندهم باش كيوفر لهم بعض الخدمات، بحال اعطاء الطلبه بعض الاجزاء البشريه باش كيديروا عليها الدراسات ديالهم. بحكم انه كان خدام في المشرحه هذا الامر كان جد سهل بالنسبه ليه. طبعا بحال هذا الامر كان غير قانوني وكيتم في السر. محمد ايضا كان كيبيع السيديات ديال المحاضرات، اللي غيب في شي محاضره كان كيشري السيدي ديالها من عند محمد ادم. المهم صاحبنا كان مروج الحركه وكيدخل صريف صحيح. بقات الامور غاده على هذا الحال حتى سنه 1999. وخلال هاد السنه واحد الطالبه عراقيه سميتها زينب كانت محتاجه نموذج ديال جمجمه بشريه باش دير عليها بعض الدراسات من اجل الامتحان. طبعا كانت باغا جمجمه بلاستيكيه وماشي حقيقيه. زينب كان عندها اختيار واحد، هو الصديق ديالنا محمد ادم. فاش مشات عنده باش يبيع ليها الجمجمه البلاستيكيه ناض خونا واستدرجها للمشرحه، ولكن ما كاين لا جمجمه لا عبو الريح. اللي وقع هو ان السيد المجنون ذبحها وقطعها ودار بعض القطع من الجثه ديالها داخل علب زجاجيه. البنت زينب كانت قايله لوحده من صحاباتها انها غادي تمشي عند محمد ادم باش زعما تقدم من عنده الجمجمه البلاستيكيه. فاش اختفت زينب الام ديالها تقلقات عليها وهي تمشي تسول صاحبتها. الصديقه ديال زينب قالت لها ان بنتها اخر مره كانت مشات عند محمد ادم اللي كاين في المشرحه. الام مباشره مشات عنده وسولاتو على بنتها. هو غير سمعها بدا كيتلون وكيدخل يخرج في الهضره. داك الساعه الام ديال زينب حست ان هاد السيد ما صافيش وعنده علاقه بالاختفاء ديال زينب. موراها مشات عند الشرطه وبلغات به بانه كيشد الرشوه في الكليه. البوليس جاو اعتقلوا محمد ادم وبقاو ضاغطين عليه باش يعترف ليهم، وفي الاخر اعترف بكل شيء. ادم اعترف انه دار بزاف ديال الجرائم من غير قتل زينب، يعني ان خونا كان عباره عن جزار بشري. البوليس اتجهوا للمشرحه باش يتاكدوا من كلامه، لان الاعتراف بوحده ما كافيش. البوليس غير وصلوا للمشرحه تصدموا من داك الشيء اللي شافوا، واللي كان عباره عن رؤوس بشريه مخبيه في وسط قراعي ديال الزجاج، وايضا بعض القطع من جثث بشريه. داك الساعه تم اصدار قرار رسمي باعتقال محمد ادم. محمد ادم اعترف انه قتل 16 طالبه في كليه الطب، وكاين فيهم اللي سرق لهم الذهب ديالهم وكاين اللي اغتصبهم. المصادر كتقول ان هذا السيد كانت عنده عشيقه سميتها ياسمين، وحتى هي كانت من الضحايا ديالو. كانت شي مرات كتعاونو باش يصفيها لدوك الضحايا، ومن بعد كياخدوا ليهم الذهب ولا الفلوس ولا اي حاجه عندها قيمه. في احد الايام وقع بيناتهم نقاش بخصوص المسروقات وهو يصفيها ليها حتى هي. اللحظه اللي قتلها كانت حامله بولده، ناض قطعها بحال اللي سبقوها وخرج الجنين من كرشها واحتفظ به. لا ادري اي وحشيه هذه. هاد السيد صنع واحد الخليط كيميائي كان كيعاونو باش يتخلص من بقايا الجثث، ويقال ان هذا الخليط كان قويا جدا لدرجه انه يستطيع اذابه العظام. محمد ادم اعترف للشرطه انه قتل 11 بنت في الجامعه ديال السودان اللي كان فيها قبل ما يجي اليمن.
الضحايا كان كيبيع الأعضاء ديالهم لبعض تجار الأعضاء البشرية. الشرطة فاش داروا التفتيش لقاو بقايا ديال 8 تاع الجثث، ولكن واخا اعترف إلا أن هاد الاعترافات كان فيها تناقضات. محمد كان كيقول بعض الأسماء ديال الضحايا ديالو اللي هما في الأساس كانوا باقيين على قيد الحياة، يعني أنه كاع ما قتلهم. وشي وحدين قال الأسماء ديالهم ما كاينينش كاع في السجلات ديال الجامعة، يعني عمرهم قراو في كلية الطب نهائيا. المحققين فاش شافوه كيدخل يخرج في الهضرة عرفوا أنه ما صافيش. سفاح صنعاء أو محمد آدم اعترف في المحكمة أنه ارتكب 16 جريمة قتل واغتصاب في جامعة صنعاء، وقال أن السبب اللي خلاه يرتكب هذه الجرائم هو الانتقام، مع العلم أن الشخص اللي تعدى عليه على مو شدوا باه وقتلوه وقطعوه ودفنوه في الحظيرة ديال المواشي. حقا شيء غريب. محمد اعترف أن بعض الجثث كان كيطحنهم بماكينة ديال الكفتة، وكاين بعض منهم اللي كان كيذوبهم بداك المحلول الكيميائي اللي صنع، وموراها كيتخلص منهم في المجاري أو أنابيب الصرف الصحي. هاد الأمور دخلت الشك بالنسبة لأولياء الضحايا والمحامي، وقالوا أنه مستحيل ارتكب هاد الجرائم البشعة غير بوحده، فرا ضروري ما يكون شخص أو أشخاص كيساعدوه في هاد الأفعال اللا إنسانية. وغادي يعترف عاوتاني أنه ماشي بوحده، ومعاه 2 أطباء من العراق وطبيب آخر من اليمن، وكانوا كيساعدوه على بيع أعضاء الجثث. الأطباء ب3 بهم نكروا هاد الشيء وقالوا أنه غير طيح عليهم الباطل. ولكن محمد زاد أكد للمحكمة أنهم فعلا شركاء معاه في أغلب الجرائم، وهما اللي كانوا بنفسهم كيديروا العمليات للضحايا باش كيستخرجوا الأعضاء المطلوبة. ولكن واخا هكاك ما خداوش كلامه على محمل الجد، بحكم أنه غير داوي وما عنده حتى شي دليل ملموس اللي كيثبت فعلا أن الأطباء متورطين معاه في الجرائم. من أغرب وأخطر الحوايج اللي تقدر تسمع في هذه القصة أن محمد كان مصيب معرض في المشرحة ديال الكلية، وكان كيتكون من أجزاء بشرية حقيقية. أغلب الأجزاء كان واخدها من الضحايا ديالو. وأغرب حاجة في هذا المعرض هو واحد الجنين صغير، واللي كان هو ولدو ديال بصح، اللي كان جبدو من بطن العشيقة ديالو فاش قتلها، واللي كانت سميتها ياسمين. هادشي كامل واقع وما كاينش اللي مسوق ليه، لا إدارة ولا عميد الكلية. صراحة ما عرفنا واش هادي جامعة ولا غابة. صاحبنا ما على بالوش، وقال لهم كون ما شدوهش كون بقى مكمل في هاد الطريق، يعني أنه كان مستمتع بهاد الأفعال الوحشية وعاجبو الحال. أخيرا المحكمة خرجت بقرار رسمي في حق المتهم، وهو الإعدام بالسيف أو رميا بالرصاص. وقبل ما يتم الإعدام تم جلد المتهم محمد آدم 80 جلدة، وذلك بتهمة شرب الخمر. حقا غريب. كما أنه تم تعويض أسر الضحايا من طرف المحكمة. سنة 2001 هي السنة اللي تعدم فيها محمد آدم عن طريق الرمي بالرصاص، وكان في عمره ذاك الساعة 52 سنة، وذلك في ساحة قريبة من الكلية التي ارتكب فيها كل تلك الجرائم. وهكذا كانت نهاية الوحش البشري محمد آدم، والذي يعتبر من أخطر السفاحين في تاريخ الوطن العربي. حتى لهنا كنكون وصلنا لنهاية القصة ديال اليوم. شوفكم في قصة جديدة، تهلاو ليا فراسكم. تشاو.